وأنا داخل على القاعة سبحان الله تذكرت قول الله عز وجل: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق لا يقولوا ربنا الله. سبحان الله، ما في أشد عقوبة من معرفتها البشرية من إخراج الناس من أرضهم قهرا وظلما وتهجيرهم إلى بلدان أخرى يعني. فالذي جرى عليكم أكيد محبة سوريا كلها في قلوبكم جميعا، لكن لما ذهبت الفرصة في سوريا واشتد فيها الظلم والقتل والقهر جبرتم على أن تهجروا إلى هذه الأرض. والحمد لله الله عز وجل من علينا من جديد ورجعت البلد لإلكم، ولو أنكم اليوم خارج أسوارها لكن شعور الانتماء أهم شيء عاد لكم، صرتوا تحسوا فيها لسوريا، صارت شيء تعني لكم بشكل كبير. كثير من الناس اللي لجوا إلى أوروبا إلى بلدان أخرى انفصلت حياتهم عن سوريا بسبب ما رأوه من ظلم وقهر، فسوريا كانت بالنسبة لهم ذكرى أليمة رغم جمالها بسبب الأوضاع اللي مرت فيها وحكم النظام السابق وما جرى خلال 14 سنة الماضية. واليوم الحمد لله أتيحت لنا الفرصة من جديد أنه عادت هي الأرض الجميلة برونقها بألاقها بكل ثقلها بعمقها التاريخي، عادت لأهلها، عادت لكم الحمد لله. وبالتأكيد سوريا رجعت ولدت من جديد، صحيح عمرها 7000 سنة لكن اليوم عم تتجدد، تلبس ثوب جديد. اليوم سوريا عم تصنع تاريخ جديد لنفسها والمنطقة بأكملها، وتحولت من منطقة مؤذية للناس، خلينا نقول تحولت من منطقة كانت منفرة تناقش بصيغة أمنية فقط، تناقش كيف يتلافى الناس أذاها وضررها، وتحولت إلى منطقة استقرار وجذب استثماري وتنمية وتواصل مشترك ومنطقة للاستقرار والسلام. فبناء سوريا الحقيقي هو بناء أهلها وناسها، والحمد لله ربما كان في ألم بفراقهم لسوريا، لكن أيضا أتيحت لكم الفرصة أن تطلعوا على تجارب جديدة. سوريا كانت منعزلة عن العالم، وخلال 15 سنة الماضية العالم تطور بشكل كبير، بالأساس كان في تراجع في سوريا عن محيط الإقليمي، وأتيحت لكم الفرصة بالأخص في بلد مثل ألمانيا في نوع من التطور الكبير، فيها تنمية الموارد البشرية قوية، فيها قصة نجاح أيضا. واطلاعكم عليها هذا ربما هو أيضا فرصة كبيرة لأن تعود هذه التجارب وما اطلعتم عليه إلى أن تنفعوا في بلدكم، لأنه الأساس مهما ابتعدتوا اللي بيعرف سوريا بيعشقها، واللي بيعشق مستحيل ينسى. في داء بالدنيا جديد اسمه داء دمشق، طبعا بقصد كل سوريا لا يزعلوا منا بقية المحافظات. فداء دمشق يصيب كل من مر بها، فكيف بمن عاش بها ومن ولد بها ومن انتمى إليها. فأعتقد أنه اليوم نحن عم نطوي صفحة الإجراح الأليمة اللي مرت على سوريا، وبدأنا نضمد هالإجراح هي، وبدأت سوريا تتعافى الحمد لله بفضل الله عز وجل ثم بهمة السوريين. واليوم بلشنا نحكي عن قواعد جديدة للتعايش بين بعضنا، بلشنا نتعرف على بعض. أهم شيء إحنا كنا كتير بعاد عن بعض، ما حدا فينا بيعرف الثاني، فأهم شيء اليوم بلش هذا الاختلاط، ولو أنه فيه بعض الاستغراب، لكن معلش هيك طبيعة الشعوب يعني، وخاصة لما واحد بتعرف على الثاني. فاليوم نحن قدامنا أيضا فرصة كتير تاريخية، يعني استثمار اللحظات التاريخية شيء كتير مهم، وإهمالها شيء كتير مؤذي أيضا. فاستثمار اللحظة التاريخية، لأنه اليوم نحن على مفترق تاريخي كبير، وأن يكون دائما لسوريا في الأحداث التي تجري فيها تاريخيا هي تكون مفصل لعناوين تاريخية جديدة، دائما تأذن بأفول مرحلة وبدء مرحلة جديدة. فإذا كان أهل هذه البلد على دراية وسعة وعزيمة أيضا وعمل دؤوب، فإن بيحسنوا يبنوا مرحلة تاريخية كبيرة جدا يكونوا رواد فيها. وإذا كانوا مهملين لها فالتاريخ بيسبقهم وبيتسلط عليهم حدا مو منهم، وبيظلمهم وبيجور عليهم مثل ما صار فينا بال100 سنة الماضية. فاليوم أكيد عم نمر بلحظة تاريخية فارقة،
وسوريا محتاجة الجميع، ومحتاجة أبناء بقصد يعني، وكل ألوانه، كل أطيافه، كل أعراقه، كل ثقافاته. فمرحلة بناء سوريا اليوم نحن عم نأسس الدولة من جديد، وهال5 سنين القادمات هدول هن المرحلة كتير مهمة لمستقبل سوريا اللي 100 سنة و200 سنة إن لم نبالغ. لأنه إذا أسست بشكل صحيح وقويم فبتعيش معنا 200 سنة 300 سنة لقدام، وإذا أسست بشكل خاطئ فرح ندفع أثمان كثيرة للأمام. وكل الظروف المناسبة اليوم متاحة لسوريا، ما حدا فينا عنده عذر يعني، إلا اللهم أنه نضل متوافقين وعنا روح المحبة بين بعض. نحن ما عم نشكي من قلة مال رغم وجود قلة المال، وما بنشكي أبدا من الفقر، ولا بنشكي أبدا من التعب، وما بنشكي أبدا من الجراح اللي خلفتها سنين الحرب الماضية. لكن اللي بيجمعنا هو المحبة والأخوة والهدف العظيم والمرحلة التاريخية اللي الله عز وجل اختارنا أن نكون فيها جميعا. لأنه طالما الله عز وجل خلقنا بهذا الزمن مع هذا الضياع، فهو بنفس الوقت كلفنا بمهام كبيرة حتى ننقذ نفسنا وبعضنا والناس المظلومة والمكلومة، ننقلها إلى حال آخر، إلى بلد فيه تسود فيه العدالة والرحمة والأخوة، ونتقاسم الحقوق والواجبات مع بعض. فأهمية كبيرة بما تمر به المنطقة خاصة بالظرف الحالي، بالتأكيد بعد الأحداث الحالية اللي عم ندور في منطقتنا ما راح تكون مثل ما كانت قبل. لكن هذا بيحتاج منا اختيارات دائما تكون صحيحة، وإنه نركز دائما على التنمية. وحدتنا الداخلية كتير مهمة، هذا مو ترف، هذا مستقبل أجيال، هذا ثمن دماء أزهقت على هذه الأرض المباركة. فبالتالي نحن أمامنا واجبات كبيرة، ما في حدا فينا بيشتغل لهذه البلد وبيتفضل عليها، على العكس تماما، نحن المحتاجين أن نشتغل لهالبلد هاي. فكل الخبرات اللي اكتسبتوها برا، البنية والقيمة الموجودة في سوريا مؤهلة جدا لنقلها، لأنه نحن عندنا ثروة كتير مهمة اللي هي الشعب. شعب عنده همة على مداومة العلم والمطالعة، وعنده شعب مكافح بيشتغل. فنحن اليوم ما بدنا نبث روح العمل في نفوس الشعب السوري، هذا شيء موجود، بس بدنا ننقل الخبرات والتجارب ونهيئ الفرص ونصنع مناخ مناسب بعد توفيق الله عز وجل علينا، نصنع مناخ مناسب حتى الناس تستطيع أنه تقدم لهذا البلد وتستطيع أنه تساهم في بنائه، تكون لها بصمة في تاريخ الإنسانية أيضا أثناء عملية بناء لهذا البلد. هاي اللحظات الله يعلم قديش انتظرنا لها وقديش تعبنا لحتى وصلنا للحظة هاي. فلحتى نشوف هالمنظر هذا الجميل أمامنا ونحسن نبشركم بأنه بلدكم صارت مما حب يحسن بيزورها، بيرجع لها، بيطمن عليها، بيحبها. فدفعنا كتير، عنا 1,000,000 شهيد تقريبا، وعنا شي 250,000 إنسان جريح، وعنا بيوت مهدمة وشوارع مكسرة بس بتضلها حلوة البلد. فدم الناس كله اللي سقط وهجرتكم الغالية علينا والناس اللي غرقت بالبحر، هذا دين بأعناقنا جميعا اللي نحن نجينا من هالحرب هي، لأنه هدول الناس ضحوا حتى غيرنا يعيش. صحيح؟ فإذا دم أمانة في أعناقنا جميعا، فلذلك إذا قصرنا فنكون خلنا هذه الأمانة، وإذا عملنا بأغلب وسعنا ومع ذلك منضل نتهم حالنا بالتقصير، فربما نكون وفينا حق إنسان. الحضارة مو معناها شوية أبنية عالية بالشوارع، الحضارة الحقيقية معناها هي المجتمع اللي يعلي من قيمة القيم الأخلاقية والإنسانية. فبيطلع أثر عن هذا الناتج هو جمال الأبنية والعدالة بين الناس، وأي فئة من الناس فعلت ذلك فالله عز وجل يجازيها ويكافئها على صنيعها في الدنيا قبل الآخرة.
فنحن اليوم أنا ما بدي أكبكم شوي بالحديث، بس عم حاول إنه وزع المهام على بعضنا، يعني حتى نحط عنوان جديد لسوريا، إنه هي مو مسؤولية شخص وفريق وأشخاص وما إلى ذلك، هي مسؤولية جماعية اليوم. لازم كلياتنا نتكاتف حتى نحسن نبني هالبلد. هي في جراحة كبيرة بس نتغلب عليها، ما في شيء مستحيل عنا. مثل البلد اللي انتم عايشين فيها حاليا تعرضت لحرب كتير كبيرة ودمار كبير، ورجعوا تآلفوا مع بعضهم الناس وبنوها ووحدوها، ورفضوا كل العوامل اللي بتقسمهم وبتجزئهم، وسعوا إلى العوامل اللي بتنميهم وبتقويهم، ووصلنا لمرحلة صارت بلد كتير متقدم ومتطور رغم حرب كتير كبيرة مرت عليها، وتعتبر من أولى بلدان العالم في التقدم والتطور. كان في مرة من المرات عم شوف مقطع وثائقي عن شخص بألمانيا هون كأنه متعاطف مع اللاجئين والنازحين، فمقاويهم بمزرعة أو فيلا أو منزل له. فبالحي هذا في ناس بيعارضوا ليش عندكم لاجئين، وهنا من الناس اللي بتعرفوهم بألمانيا إنهم بيرفضوا يكون في لاجئين عندهم بالبلد. فمرت ختيارة ويبدو أنها كبيرة شوي، وشهدت مرحلة الحرب العالمية الثانية أو نهاياتها، وشهدت جزء من البناء والإعمار. فإجت عم تسأل الشخص الألماني هذا اللي عم بيحمي عنده، معه شوية سوريين وسودانيين وشوية ناس اللي تعرضت بلدانهم للتعتير. فعم تقول له إنه أنت ليش عم تعمل هالقصة هي؟ ليش عم تقوي هدول الناس؟ فقال هدول الناس بلدهم تعرضت لحرب وخربت، فاجوا لهون حتى يعيشوا معنا. فقالت له نحن كمان تعرض بلدنا وخربت وبنيناها، ليش ما يبنوها مثل ما نحن بنيناها؟ فأنا بصراحة أثرت في نفسي كثيرا، يعني ويعلم الله أنها وعظتني وعظا لم أشهده من قبل. ونحن كنا بقلب المعركة بعز المشاهد قدامي، هذا الحكي قبل شيء 7 سنين يعني، وكان فرص سوريا تكاد تكون معدومة يعني كثورة ونجاحها، واللي بتعرفوه حضراتكم وعشتوه يعني. فهالموقف هذا وعظني كثيرا، قلت صح، نحن قادرين نبني بلدنا، يعني ما بينقصنا شيء. هي المعركة معركة أفكار وعقول، والله عز وجل أكرمنا بهذا العقل، ونحسن نتوافق مع بعضنا ونقضي على الظلم ونفسح مجال للبناء والعمار، وننهي حالة الحرب والصراع والدم، وروح لحالة من التطور والبناء. فما بينقصنا شيء. واليوم بحسن بقول هذا الحكي قبل شي 7 سنين ربما كان لو بنحكي قدام حدا كان ربما يسخر منا، فاليوم هذا الكلام صار واقع وحقيقة. وأيضا صرتوا أنتم أمام مسؤولياتكم، وصار واجب عليكم أنه تساهموا في بناء البلد هي وتعمروها ونبنيها مع بعض ونرسم فيها طريق جميل. فالمهم أنه نحن يكون عندنا دائما خطط وأهداف، خطط استراتيجية وأهداف واضحة. وفي كليات جامعة، لأنه كمان الشعب السوري كل حدا فينا كان يعني درس بمدرسة مختلفة عن الآخر، وخاصة الناس اللي طلعوا لبرا وتعرفوا على حضارات. فممكن كثير كل الناس عندها أفكار جميلة وعندها بعض الأحيان أحلام، وهذا بده تكون سوريا بطريقة سياسية معينة، والآخر بده إياها تكون بطريقة سياسية معينة. نحن خلينا نتفق على كليات جامعة ومختصرة وكتير بسيطة، أنه نحن نسعى لأنه نأمن الناس ونسعى في رزقهم، وهيك بنختصر المشهد ونتفق عليه جميعا. كيف الطريقة، شلون الوسيلة، كذا كل واحد حسب دوره حسب إمكانياته. فكل حدا له يعني مهمة معينة، وتوزع الأدوار هي مع مايسترو صحيح، ويكون في عنا خطة واستراتيجية، فبنستطيع أنه نتكامل مع بعض. لأنه نحن كلياتنا راكبين مركب واحد، إذا جذفنا جميعا باتجاه واحد توصل الرحلة، وإذا كل واحد جذف لحاله المركب بيضل بمحله عم يدور. بنضل نتناقش في أي أفضل طريقة للتجذيف، ونختلف عليها ونتخانق مع بعض، وكل حدا بيزت الثاني من المركب هذا، وآخر شيء ما بنوصل للنتيجة. فهي رفاهية بقول يعني. فنحن المفروض اليوم خلص نتفق على كليات عامة وجامعة وننطلق فيها، بمعزل عن أنه كل حدا فينا بده يحقق أحلامه اللي هو يثقف عليها
خلال حياته وسنواته وثقافته ودراسته إلى آخره.